يا اخوان معلومة يا ولو على المغرب سبحان الله ديوك هذه الا تلقح. معلومة يا اخوان، ضروري يمكن اهم معلومة اقولها لكم. لازم تحط ستاند، لازم تحط شيء مرتفع، لازم خصوصا اذا كنت بحوش ولا. اول شيء عن يا ملهبال. اول شيء عشان ينام من عليه الدجاج. الدجاج يحب ينام مكان مرتفع عشان الهوايش، الجراذي، الحي. انا دوم اجي والله يمكن 3 ديوك من افضل الديوك عندي، فجأة بالليل يموت فجأة. النهار صاحي ما في شيء، بالليل القاه ميت. اعرف انه مقروص ولا عاد شوف ايش وضعه. انا شفت هوايش هني وشفت حنش مرة، لكن الله المستعان. المهم لابد من الخش. هذا شي يفيدك فيه. اول شيء المغرب ينام من عليه الدجاج للصباح، فتفتك من هوايش الارض، جراذي الجرذي ترى يعض رجولها. طيب الشيء الثاني، الدجاج اذا ديوك عندك واجد، الدجاج لازم تحط له كذا عشان يهج من الديوك. اذا ما حطيته كذا بالارض الديك يغثها وينتفها، اذا حطيتها كذا هي تروح فوق ترتاح منه. الشيء الثالث، اذا عندك مثلا توحش بالصيصان، الصوص اذا ظل بالارض ويلحقونه يظلون يطقون يطلعون دم. اذا حطيت له كذا طبعا اصغر شوي فوق يعني، او زي هذه، اهم شيء يهج منه يعني. فيه اهم شيء ستاند هذا ترى مهم يا اخوان. والله اني انا اهملته فترة وديوك توها بدأت تشب عندي، فشوت عينكم قبل شوي. ديوك تلحق الدجاج وتغثها ونتفتها. فيوم قمت احط هذا الحمد لله الدجاج قام يهج منهم فوق. الديك لا راحت فوق ما يجيها، بس بالارض يركض وراه ويتعبها، خصوصا العصر كذا من يلحقه تلهث وهو بلي الدنيا حر. فلا حطوا خشب، حطوا اي شيء عشان تنام فوقه. شوفوا الحين، شوفوا مجتمعين عشان ينامون فوق. انا قبل لا احط هذا كانوا ينامون هنا. شوف شلون متجمعين ويتهاوشون على المكان. شوفوا الكرسي. الدجاج ما ينام على الارض، خذها قاعدة. الدجاج ما نشوف هناك، الدجاج ما يحب ينام على الارض، فحط له خشب. انا بس هذه حطيت هذه والله يمكن امس شريتها الطويلة هذه، لان ما كان عندي طويلة، كان عندي بس هذه حطيتها قبل يومين، وهذه اليوم ركبتها. شريت الاثنين، ابى احط بعد واحدة هنا واحدة الجهة الامامية، بحيث ان كلهن ينام من هنا. طبعا الحين لا انا مو متعودين على هذه، بس انت وشو بكرة او بعد بكرة ان شاء الله راح اشيل كل الاشياء هذه، بحيث انه ما يلقون مكان الا هنا، وعقب خلاص يتعودون. انا كنت حاطه بالغرفة، شوفوا كنت حاط بالغرفة ستاند، لكنهم بالحر ما يدخلون الغرفة، يحبون ينامون بالصيف، يحبون ينامون بمكان مفتوح. لكن دجاج البلدي شوفوا عنكم، شوفوا لا الحين على ستاند متعود من زمان. تشوفونه هذا البلدي يعني زين، ما حرارة ما تضره، لكن التركي يحب ينام بمكان مفتوح. شوفوا شلون كلهم فوق. شوف الحين المغرب كله فوق، كل واحد يدور له مكان ينام فيه. شوف هذول ترى اللي ما لهم مكان ومتهاوشين معاهم، شوفوا يخلونهم بالارض، بس شوي يتعودون ان شاء الله على الستاند. وان شاء الله راح اصوره لكم، والستاند هذا كله مليان دجاج باذن الله. بس اول شيء بشيل هذا واعودهم على المكان هذا وخلاص باذن الله، ما راح تشوفونهم الا هنا.